مساء الخير عليكم وحلقة جديدة من شارك تانك. هنتكلم عن الحلقة 13 من الموسم الثالث شارك تانك، وتحديدا مساء الخير. انا اسمي كريم طه، كو فاوندر وسي او رايت 10، والنهارده جاي اعرض على حضراتكم حساب 10% من شركتنا مقابل 4 مليون جنيه. رايت تمب نقدر نقول انها شركة متخصصة في حفظ درجات الحرارة. هم عندهم حل لحفظ درجات الحرارة ولكن باسيف. يعني ايه باسيف؟ يعني الحل ده مش محتاج انرجي، مش محتاج كهرباء او بطاريات او اي حاجة تانية. هم عملوا منتج شوية جديد علينا، عبارة عن اكياس لحفظ درجات الحرارة. وما تستعجلوش، دي مش اكياس تلت. شركة شغالة بقالها 3 سنين، قدرت خلال الفترة دي انها توصل ان يبقى مبيعاتها السنوية حوالي 6 مليون جنيه. كريم كان جاي وعرض 10% من شركته مقابل 4 مليون جنيه، يعني مقيم الشركة ب 40 مليون جنيه. الشركة بتعمل منتجات تكاملية عبارة عن الشنط بتاعة الحفظ أو الآيس بوكسز دي، وجواها بقى الكيس اللي فيه الماتيريال المتخصصة. هم شغالين في حاجة اسمها BCM Phase Exchange Material، ومتعاونين أو داخلين نوع من الشراكة مع شركة ألمانية. وكريم نفسه عمل الماجستير والدكتوراه بتاعته في ألمانيا في علم المواد. طيب الرينج اللي هم يقدروا يعملوه يقدر يحفظ من درجات حرارة من -50 لغاية +100. الرينج ده كبير جدا، وهنا اللي بيخرجنا بره فكرة ان هو مش حفظ درجة حرارة كبرودة وخلاص زي التلج مثلا، لا، ده هو كل ماتيريال بتديك درجة حرارة مختلفة. يعني مثلا لو عايز تحفظ حاجات عن درجة حرارة 18 يقدر يديك ماتيريال تحفظ لك عند الدرجة دي بالظبط. عايز تحفظ حاجات عن درجة حرارة -4 يقدر يديك ماتيريال تحفظ لك على درجة الحرارة دي بالظبط. والفرايتي دي اللي خلتهم يدخلوا في قطاعات كتيرة ليها علاقة بالبي تو بي، زي بنوك الدم، زي الحاجات اللي ليها علاقة بالفاكسينيشن. وكمان عاملين برودكت مميز قوي للأفراد، شنطة للأنسولين تقدر تحط فيها جرعة الأنسولين وتعيش لمدة أسبوع لاستخدامك من غير ما تلجأ للتلاجة خالص. من ناحية البيزنس بقى، الشركة خلال ال3 سنين قدرت تطلع من إن كان مبيعاتها أول سنة 117 ألف جنيه لأنها تطلع ل5 مليون و800 ألف جنيه في آخر سنة، يعني تقريبا 6 مليون. كمان بتعمل صافي ربح 30%، ودي نسبة كويسة قوي. ولكن اللي ما كانش حلو في البيزنس ان هو ما جابش خالص سيرة المنافسين، وقال احنا ما فيش حد بينافسنا، وما جابش سيرة حاجة زي الدراي لايس. دي حاجة تعتبر برضو هي ممكن تكون بتحفظ على درجات حرارة معينة او محددة ما عندهاش سبيكترم، ولكن ده منافس. كمان الحاجات الاكتيف دي تعتبر منافس، يعني العربيات بتاعة التجميد او التبريد دي تعتبر منافس ليه، لان اقدر اظبط درجة الحرارة زي ما انا عايز. فدي كانت اكبر سقطه في البيتشنج بتاعه، انه قال انا ماليش اي منافس. الجزء التكنيكال بقى خليني اكلمكم كده حته فيه معلش تعتبر يعني علميه شويه. هو عرض حاجه حلوه قوي، ان هو جايب بوكس، بيقول بوكس ده بقاله 19 ساعه من ساعه ما اتقفل، وحاطط فيه ايس كريم كان درجه حرارته 15.5. لما جم يطلعوه كان درجة حرارته 15.2، يعني خلال ال 19 ساعة دي بس فقط 3. عملية انتقال الحرارة من جسم للتاني بتحتاج خامة تكون قابلة لانتقال الحرارة، والهواء من الخامات اللي بتنقل الحرارة بشكل جيد. عادة أنا شغلي بشتغل في حاجة ليها علاقة بمجمدات برضو. لما بنجيب آيس بوكس، لو ملينا الآيس بوكس على الآخر بالوجبات بتاعتنا اللي مجمدة اللي درجة حرارتها -18، وما سيبناش فرصة للهواء اللي كانت درجة حرارته زي الروم تمبريتشر وقفلنا على كده، بتعيش فترة طويلة. لكن لو في هواء جوه درجة حرارته كانت روم تمبريتشر مثلا 25 30 حسب اليوم، والوجبات دي -18، هيبدأ يحصل انتقال حراري بينهم وبين بعض، والوجبات درجة حرارتها تقل. الغريب بقى ان هو البوكس اللي هو فتحه كان فيه نسبة هواء مش بطالة، يعني كانت الشاركس بيمدوا ايديهم عشان ياخدوا الحاجة، فمساحة الهواء كانت كبيرة، ومع ذلك المنتج بتاعه قدر يحافظ على درجة الحرارة. وهنا كان في سؤال مهم الشاركس ما سألوهوش لأنه علمي بحت، حاجة اسمها الهيت انثالبي، يعني كمية الحرارة. درجة الحرارة شيء وكمية الحرارة شيء تاني. هديكم مثال بسيط يقدروا تفهموه، ولو حد عايز تفصيل أكتر في الحتة دي ممكن يبعت لنا. درجة الحرارة بتاعة الكبريت ممكن توصل لأرقام كبيرة جدا، لو انت تعرضت لها ممكن تحرق، ومع ذلك انت بكل بساطة ممكن تطفي الكبريت بإيدك ودرجة حرارته معدية 200. لكن لو طاسة درجة حرارتها 60 70 وحطيت ايدك عليها تتلسع. طب ايه الفرق؟
كمية الحرارة اللي موجودة في الكبريت قليلة رغم ان هي كدرجة حرارة عالية لكن تقدر تطفيها بايدك. كمية الحرارة اللي موجودة جوه الطاسة التخينة اللي مليانة ماتيريال عالية رغم ان درجة الحرارة بتاعتها مش عالية قوي زي الكبريت. وهنا دور الهيت انثالبي. نرجع بقى تاني للشاركس. طبعا السويدي كالعاده بيميل ان يبقى فيه تخصص وما يبقاش فيه فرايتي كبيره، ونصحوا ان انت كده عندك رينج كبير من المنتجات وده هيصعب عليك الماس برودكشن. بصراحه في وجهه نظري في الكيس دي بالذات انا مش شايفه صعب قوي، لان هو كل اللي بيعمله هو عمليه ميكسينج. بيغيروا حاجات كيميكالز في المواد عشان يخلوا المواد تعمل حاجه اسمها فيز تشينج في درجات حراره مختلفه. وخليني اشرح لكم الحته دي برضو، معلش تكنيكال استحملوني. الميه لما بنيجي في الروم تمبريتشر العاديه والضغط العادي ونبدا نسخنها بتبدا تعلى واحده 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 لغايه لما توصل ل 100 درجه. عند ال 100 درجه مهما اديتها انرجي ومهما عليت عنها النار درجه حراره الميه مش بتتغير لكن بتغلي. بتبدا بعد الغليان معدل التبخر يزيد. هنا درجه الحراره دي بيحصل فيها حاجه اسمها فيز تشينج، يعني الميه بتتحول من ليكويد لجاز، او العكس لو هو كان ووتر فيبر وانا عايز اكثفه، او لو كانت الميه دي بقى العكس انا بقعد ابردها لغايه لما توصل لصفر. عشان تتحول من ليكويد لسوليد اللي هو التلج، من ان هي تبقى سائل ان هي تبقى صلب، بتفضل ثابته عند درجه حراره الصفر فتره طويله لغايه لما كل كميه الميه تتحول لتلج، وبعدين التلج نفسه هو اللي يبدا يبرد. التغيرات الكيميائيه اللي بتعمل في المواد دي تقدر تغير لي درجات الحراره. زي ما انا لو جيت مثلا الميه بتاعت الرادياتير بنضيف عليها حاجات عشان ما نخليهاش تغلي عند 100، تغلي عند درجات حراره اعلى، وبالتالي ما يبقاش فيه فيبر يعمل لي ضغط جوه الدوره بتاعت التبريد. وفي نفس الوقت في اضافات تانية للدول البرد عشان الميه ما تتجمدش جوه الرادياتير. وبالتالي كل اللعبه بتاعت الكيمياء دي هي بتغير درجات الحراره اللي بيحصل عندها فيز تشينج، وعشان كده الماتيريال دي BCM فيز تشينج ماتيريال. وبالرغم من ان هم كانوا تكنيكال جامدين قوي عاملين حاجه حلوه جدا، ولكن برضو عندهم سقطات في البيزنس. يعني اولا هو قبل ما يبدا الحلقه خالص هنبدا ندخل على الشوركس قال ان في دايما بتبقى مشكله في الفالويشن، لكن احنا عندنا كلاريفيكيشنز معينه واسباب قيمنا عليها، وما ذكرش الاسباب دي خالص اثناء البيتشنج بتاعه. بعد ما خرج ورجع قال احنا عملنا التقييم ده بناء على ايه، وقالوا بناء على حاجه غريبه ان هم خدوا الاكسبكتد بتاع السنه الجايه اللي هو لسه ما اتحققش وضربوه كريفينيو في 2.7، وبرضه ده رقم كبير كريفينيو حتى لو انت محققه دلوقتي. فانا ما اعرفش دي انهي طريقه فالويشن. كمان الكاونتر اوفر اللي رجع بيه كان بعيد خالص عن العرض اللي قدمه له سلام وطارق. كانوا مستعدين يدفعوا 4 مليون جنيه مقابل 40% من الشركه، يعني مقيمين الشركه ب 10 مليون والشركه عامله مبيعات 6 مليون، فالارقام دي قريبه من بعضها. هو جه قال لهم انا عندي كاونتر اوفر هاخد ال 4 مليون ولكن مقابل 15% من الشركه. طبعا رقم بعيد قوي، والشاركس ما فكروش قالوا لا شكرا ميرسي، وخرج من الحلقه من غير ما ياخد اي ديل مع اي شركه. وده كان ملخص الفقره بتاعت رايت تيم في الحلقه 13 من الموسم الثالث شارك تانك. لو عندكم اي استفسارات اكتبوا لنا في الكومنتات، لو عايزيننا نتكلم في اي مواضيع تانية خاصه بالبيزنس ابعتوا لنا على طول. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتم على اليوتيوب تعملوا سبسكرايب للقناه. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي جايه والحلقات اللي فاتت من شرح تانك.